في قلب مدينة الدار البيضاء، ارتفعت أبراج حديثة ومقر مؤسسات مالية عالمية لتعلن عن ولادة مشروع طموح، القطب المالي للدار البيضاء. هل يمكن أن تتحول مدينة عربية في شمال إفريقيا إلى وول ستريت القارة؟ هكذا ولدت فكرة CFC، مشروع يسعى لجذب الاستثمارات العالمية وخدمة الأسواق الإفريقية. نتعرف اليوم على قصة نشأة هذا المركز، تطوره، وفرصه وتحدياته في عالم المال والأعمال الإفريقية. انطلق مشروع القطب المالي للدار البيضاء سنة 2010 برؤية واضحة: إنشاء منصة مالية تربط إفريقيا بالعالم. صدر قانون خاص يمنح صفة CFC للشركات الراغبة في تأسيس مقرات إقليمية أو دولية في مجال المال والأعمال. تم تهيئة موقع المطار القديم في حي أنفا ليصبح مركزاً مالياً عصرياً، فكانت الدار البيضاء تستثمر في موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي واقتصادها المتنامي لتكون بوابة إفريقيا المالية. خلال 15 عاماً، مر القطب المالي بعدة محطات مفصلية، من إدراجه في المؤشرات الدولية عام 2014 حتى تصدره إفريقيا في مؤشر المراكز المالية العالمية منذ 2016. توسعت شبكة المجتمع المالي ليضم أكثر من 200 شركة عالمية. أبرمت شركات مع مراكز مالية رائدة، وجرى تحديث الإطار القانوني والضريبي استجابة للمعايير الدولية، مما عزز جاذبية المركز كوجهة استثمارية شفافة وعصرية. رؤية القطب المالي للدار البيضاء تتمثل في جعل المغرب بوابة المال نحو إفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل توسع الشركات في القارة. بالاستفادة من استقرار المغرب، موقعه الجغرافي، وبنيته التحتية، أصبحت الدار البيضاء منصة تجمع بين معايير العمل العالمية وفهم الأسواق الإقليمية، جاذبة للمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات الطامحة لدخول الأسواق الإفريقية. توفر CFC حوافز ضريبية تنافسية، حرية تحويل الأموال، خدمات إدارية سريعة، مرونة في استخدام الكفاءات الدولية، وبيئة أعمال عصرية. تنضم الشركات إلى مجتمع نخبوي من كبرى المؤسسات، يحصلون على دعم معلوماتي وفعاليات للتواصل والتحكيم التجاري، مما يجعل من الدار البيضاء منصة مثالية للإدارة الإقليمية في إفريقيا. الحصول على صفة CFC مشروط بالانتماء لفئة مؤهلة من الشركات وتأسيس كيان قانوني فعلي في المنطقة المالية. تلتزم الشركات بالحفاظ على نشاط حقيقي، الإقامة الإدارية في الدار البيضاء، وتقديم خطط عمل واضحة تساهم في الاقتصاد. كما تلتزم بالشفافية ومعايير الحوكمة، وتخضع لمراقبة دورية لضمان الجدية والمصداقية. استطاع القطب المالي للدار البيضاء استقطاب أكثر من 200 شركة من 50 دولة، وأضحى المركز المالي الأول في إفريقيا بلا منازع. دعم توسع الاستثمارات المغربية نحو القارة، وأسهم في تطوير بنية تحتية حضرية حديثة. تزايدت الشراكات الدولية، وأصبحت الدار البيضاء رمزاً للابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. واجه CFC تحديات جوهرية أبرزها تعديل النظام الضريبي استجابة للضغوط الدولية، ووتيرة الإنجاز التي اعتبرت بطيئة في البداية. كما ظهرت انتقادات حول استفادة الاقتصاد المحلي وضرورة ضمان نشاط فعلي للشركات. تجاوز المركز هذه العقبات عبر تطوير منظومته، تحسين الشفافية، وتعزيز ارتباطه بالاقتصاد الوطني، ليبقى الحل المالي الأكثر جاذبية في إفريقيا. مدير شركة دولية: تجربتنا مع CFC كانت فرصة لبناء حضور قوي في إفريقيا. خدمات المركز السريعة والبنية التحتية المتميزة سهلت علينا الانطلاق ودخول أسواق جديدة بسرعة. الانضمام إلى مجتمع CFC منحنا مصداقية وشبكة علاقات قوية. مستشار مالي: CFC أداة فعالة إذا استخدمت بشكل صحيح. الميزة الحقيقية هي التسهيلات الإدارية وبيئة الأعمال الدولية، التي تجعل من الدار البيضاء نقطة تجمع مركزية للشركات الطامحة إلى التوسع في إفريقيا.
خلال 15 عاماً، أثبت القطب المالي للدار البيضاء أن المغرب قادر على الارتقاء إلى مصف الكبار في عالم المال. أصبحت الدار البيضاء وجهة أولى للمستثمرين في إفريقيا وجسراً يربط القارة بالأسواق العالمية. التحدي القادم هو الحفاظ على الريادة واستمرار الابتكار في مواجهة منافسة إقليمية ودولية متزايدة. المستقبل واعد، والدار البيضاء تمضي بثقة نحو تعزيز موقعها كعاصمة المال والأعمال في إفريقيا.